في هذا الفيديو هذا غنفضحوا مخططات السريعه والعاقه اللي واضحه وباينه. علاش قررت العاقه انها تمشي تزوج؟ علاش قررت بالضبط في هاد الظروف هذه اللي باها راه في السجن واللي عندهم بزاف ديال المشاكل والشكايات، واللي عاد دارت 18 عام، يعني ما كملاتش ما نقولوا ما دازتش عليها تا شهرين، يلا عاد كملت 18 عام واحد الاسبوع وقررت انها تتزوج. فاليوم في هذا الفيديو هذا غنفضحوا المخطط ديالهم وغتسمعوا بودنيكم شكون هو المغتصب من عندهم، من فمهم هما غتسمعوا بودنيكم شكون هو المغتصب، والاعتراف ديال البنت شكون هو المغتصب. فالمهم بقاو معنا في هذا الفيديو من الاول حتى الاخير، ولا عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا من اللايكات والاشتراك ديالكم ولا كنتم ما مشتركينش، والبارطاج وتعليق نعرف الراي ديالكم في الموضوع فضلا وليس امرا. وغندوزو الموضوع ديالنا. المهم قبل ما نحلل معكم هذا الفيديو ونناقش غنعطيكم واحد المقطع تسمعوه بودنيكم. البنت الصغيره شنو كتقول على الاب ديالها، اللقطه اللي كانوا السريعه والعاقه كيهبطوا الريدو ديال الشرجم. دخلت البنت وكانت كتقول شي كلام في الباب قبل ما تدخل، وهذاك الكلام هذاك الكلام اللي قالته البنت راه تسمع في الفيديو، ولكن منين دخلات وشفتها كتصور الاخرى راه غمزاتها، والاخرى اللي سمعتو السريعه كانت كتقول لها انتي دائما كديري بحال هاد دخلات هادو دائما، يعني بحال كتدخل كيتران بلا فران. المهم سمعوا مزيان هاد اللقطه اللي ما ركزش عليها في الفيديو يمشي للفيديو ويتصنت ليه مزيان، ولكن انا غنحاول يعني نسمعها لكم مزيان هاد اللقطه ونمشي كما نقولوا نوضح الصوت مزيان. فبقاو معاه. غادي نبرك باش تشوفوا صافي هي هادي انا شي اللي كاين واخا يمشي لحد هو قصه قبلنا داك الدخلاني شاذ. غادي نبرك باش تشوفوا صافي هي هادي انا شي اللي كاين واخا يمشي لحد هو قصه قبلنا داك الدخلاني شاذ. غادي نبرك باش تشوفوا صافي هي هادي انا شي اللي كاين واخا يمشي لحد هو قصه قبلنا داك الدخلاني شاذ. كيف ما سمعتوا في المقطع، انا راني حطيت لكم المقطع النوبه الاولى وليت عاودته بطريقه يعني تقلتوا شي شويه عاودته النوبه الثالثه. فكيف ما سمعتوا اش قالت البنت؟ قالت اشنو دار عمي في حياته باش هو اللي على باها بوكريشه يدخل الحبس وهو عمي يقابلنا. يعني البنت متاكده وبهاد الهضره ديالها كتبين بان الاب ديالها مذنب. كو كانت هاد البنت عارفه باها انهم يعني مظلوم وانه كاينه مؤامرات عليه وانه فعلا ضحيه، ما غتهضرش عليه هكا، يعني ما غتهضرش على الاب ديالها هكا. قالت اشنو دار عمي في حياته باش هو يمشي للحبس وعمي يقابلنا. اشنو دار عمي في حياته، يعني ما دارش شي غلط، ولكن الخطا اللي دار هو ان خو بكريشه اللي مزبلها ومكحلها وعامر شكايات وعنده شكايه الكبيره او القضيه الكبيره اللي هي زنا المحارم، واللي خايفين ومرعودين ان تثبت الخبره الهاتفيه شي حاجه عليهم ويبان شكون هو المغتصب. فكيحاولوا ما امكن انهم يسدوا هاد القضيه هذه ويخرجوا بكريشه. فإلى البنت تزوجات فيقدر الراجل ديال البنت انه يطالب باغلاق الملف
يعني صافي من حقه، واخا هي دابا دارت 18 عام ما تقدرش هي تسد هذا الملف هذا، ولكن الزوج ديالها باعتباره انه هي اللي حامله الاسم ديالو ما باغيش الشرف ديالو يعني يتداول في المحاكم وداك الشيء. الا بغى يتنازل غيتنازل، يعني يتنازل على القضيه صافي، انا ما بغيت هذا المشكل يتسد غيتسد. فهنا كيزيدوا يبينوا لعباد الله وكيزيدوا يبينوا للمتتبعين بان السيد هو مول الفعله، هو مول الفعله. وكيفاش البنت عاد كملت 18 عام، ما داز عليها شهر، ما داز عليها شهرين، ما داز عليها عام، ما داز عليها 6 شهور، نايضين يزوجوها في الوقت اللي باها في الحبس، اللي متابع وعامرين شكايات، ونايضين يزوجوها. واللي زاد طينا بلا ان هاد الزواج قالت لك لاله السريعه غير باش تستر. اش من ستره وانت خارجه كتفضحيها، وانت كتقولي بان هاد الزواج غيكون غير على الاوراق. فهنا دليل قاطع علاش باغيين تزوجوا البنت، باش تضمسوا القضيه، باش تخرجوا بكريشه براءه، باش تحبس التحقيق، باش تحبس هاد الخبره ديال الهاتف اللي راه مرعداكم ومخلياكم بلا نعاس. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ فهنا رساله لاصحاب المنصه الخبيثه والقنوات ديال الصرف الصحي اللي كيقيلوا كيدافعوا على بكريشه وعلى السريعه، شرحوا لنا هذا الشيء، عطيونا تبريرات لهاد الافعال ديالهم. عطيونا تبرير شنو معناته ان السيده غاده كتجري وتجاري باش تعقد باش تخرج الاب ديالها للوقت اللي هو راه مسجون. اش من زواج هذا، اش من جواز هذا، واش من فرحه هذه؟ الاب ديالها مسجون وهما غاديين يعقدوا. واش هذه كاينه بالله عليكم؟ كاينه في شي عائله مغربيه واش شفتوها؟ اذا هاد الناس كيجريو انهم باش يخرجوا بكريشه، ماشي بهم يستروا البنت ما متابعاش، البنت ما عندها حتى شي علاقه في هذه القضيه هذه سوى انها ضحيه، ولكن خايفين الا تثبت ان كاينه واحد العلاقه بينها وبين الاب ديالها وتثبت هذا الشيء وطلع هذا الشيء في الخبره الهاتفيه، فحتى هي غتتابع، لان دابا كملات 18 عام. المهم خوتي خواتاتي، ما بقى ما يتقال، ما بقى ما يتوضح، كل شيء واضح وباين. بالخروج ديال هاد البرهوشه هادي بين كل شيء، بين بانهم الالاعيب ديالهم نهار على نهار كيديروا داكشي مورق كما كنقولوا. وبهاد الفضيحه اللي بانت في الفيديو زاد بين بان الاب مذنب، ما كايناش شي بنت اللي متاكده من البراءه ديال الاب ديالها، ما كايناش شي بنت اللي عارفه بان الاب ديالها مظلوم وتهضر عليه بهاد الطريقه هذه، انه يعني كيلوح الاخطاء ديالو على العائله ديالو، والعائله ديالو اللي كتأدي الثمن في هذا الشيء. المهم كل شيء بان، كل شيء كما كنقولوا واضح وباين، ولكن الالاعيب ديالهم ما كتسالاش. وانا اللي كيفقصني ان القنوات ديال الصرف الصحي اللي كيزيدوا يدافعوا عليهم، وهو كل شيء باين، ما كاين ما يتخبى. المغتصب بان بفمهم، يعني بخرجاتهم، بتصرفاتهم، بهذا الجري اللي كيجريوه ليله نهار باش يتسد الملف. يعني كون كان هذا السيد بريء علاش يديروا هذا الشيء؟ يخليو التحقيقات تمشي عاديه. واكيد الا كان السيد ما داير والو ويعني والبنت ما اعترفتش عليه، فاكيد غيبان الحق. اذا هما خايفين انه يبان شي حاجه في القضيه، ولا كما كنقولوا تظهر شي حقائق اخرى اللي هما ما عارفينهاش، بحال الاعتراف ديال الماجده، او لا الخبره طلع شي مكالمه ولا شي تصاور، ولا الله اعلم شنو كاين في داك الهاتف اللي دابا راه في يد السلطه. المهم خوتي خواتاتي،
ما بقى ما يتقال، ما بقى ما يبان، ما بقى على من نقلبوا، كل شيء واضح وباين. وانتوما لكم كما كنقولوا الكلمه ولكم التعليق. قولوا لنا الراي ديالكم في هذا الشيء. واش كاينه شي بنت اللي تخرج وتهضر على الاب ديالها بهذه الطريقه هذه وهي عارفه بانه غير مذنب، يعني انه مظلوم؟ واش كاينه شي بنت اللي تهضر على الاب ديالها بهذه الطريقه هذه والاب ديالها في السجن ويعني كتهضر عليه كانه زعما شنقول لكم؟ انا شوكتني هذاك الدخله اللي دارت، انا شوكتني صراحه ما نكذبش عليكم. كتهضر عليه بانه يعني هادشي اللي كيدير هو يستاهل. علاش كيلوح الاخطاء ديالو على العائله ديالو اللي كتأدي الثمن منهم البنت اللي ضاعت فعلا، ضاعت هذيك السمعه ديالها راه ضاعت، حياتها ضاعت. ودابا الاخ ديالو اللي تا هو راه مكلف بالبنات ومكلف بمشاكلهم. المهم خوتي خواتاتي، هذا هو لا فيديو ديالنا اليوم. شكرا لكم، شكرا للتتبع ديالكم. الا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا من التعليق ديالكم والراي ديالكم في الموضوع فضلا وليس امرا. ونتلاقاكم ان شاء الله في فيديو جاي، وبسلام عليكم.